زمان جدا في مصر القديمة كان في ملك عادل اسمه أوزوريس، علم الناس الزراعة وخلى مصر مليانه زراعة. وكانت زوجته إيزيس ملكة ذكية وقوية، وكانت بتحب أوزوريس جدا. تابعني عشان كل يوم هنعرف معلومة جديدة عن تاريخ مصر، وقولي في الكومنتات تحب نتكلم عن إيه المرة الجاية. بس أخوه ست كان بيغير منه جدا، وكان نفسه ياخد الحكم. وفي يوم قرر ست يتخلص من أوزوريس عشان يبقى هو الملك. ست قتل أوزوريس وقطع جسمه لأجزاء كتير، وبعد كده رمى كل جزء في مكان مختلف في مصر. إيزيس عرفت، زعلت جدا، لكنها ما استسلمتش، وابتدت رحلة طويلة تدور على كل جزء من أوزوريس. وفي كل مكان كانت بتلاقي جزء وتجمعه، لحد ما قدرت تجمع جسد أوزوريس من تاني. ومن القصة دي اتولد حورس اللي كبر وقرر ينتقم لأبوه. ومن وقتها بقت قصة إيزيس وأوزوريس رمز للحب والوفاء في مصر القديمة. تابعني عشان كل يوم هنعرف قصة جديدة من أسرار مصر القديمة.